ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بيتزا الجلاش بطريقه سهله وبسيطه وكمان سريعه جدا. يعني مش هتاخد معاكي يعني نص ساعه ان شاء الله هتكون خلصت. للناس اللي مش بتحب ان هي تعمل العجين او المعجنات وكده. فالوصفه دي ان شاء الله تكون سهله كده بالنسبه لك. لان هي هنعملها كده بالجلاش فمش هتاخد معاكي وقت خالص. فيلا بقى بينا كده نشوف المقادير ونشوف الطريقه. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو لو عجبك، واشتركي عندي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك مني اشعار بأي فيديو جديد انا بنزله. يلا بقى بينا كده نشوف الطريقة. الاول كده بقطعها لكم، شوفوها بقى كده من جوه. بصوا شكلها تحفة وطعمها كمان جميل جدا يعني. حاجة كده شبه الفطير الشرقي اللي احنا بنشتريه كده من بره. لكن طبعا ده بالجلاش يعني مش هنعمله بالعجين وكده. ان شاء الله فيديو قريب كده باذن الله هعمله لكم برضو، اعمل الفطير الشرقي هعمله يعني بالعجين. بس انا النهارده هعمله لكم كده بالجلاش. بصوا بقى كده الحشوه كده من جوه وطعمها وشكلها كده بصراحه تحفه جدا. يلا بقى بينا كده نشوف مقاديرنا ونشوف كده الطريقه هنعملها ازاي. اول حاجه كده عندي لفه جلاش حوالي كده نص كيلو تقريبا، يعني هي نص كيلو. يستحسن يعني الجلاش يكون طازه. تمام. وعندي كمان زيتون بقى اخضر واسود مخلي، وعندي بيضه وكوبايه الا ربع من اللبن وسمنه وجبنه موتزاريلا، وكمان فلفل اخضر مقطعاه كده مكعبات. ممكن كمان تحطي يعني فلفل حامي لو حابه، وطماطم مقطعاها مكعبات، وكمان عندي سجق. تمام. هبتدي بقى كده اجيب الصينيه اللي انا بقى هحط فيها كده الجلاش، او اللي انا هعمل فيها كده البيتزا ديت. هدهن بقى كده دهنه حلوه كده بالسمنه من تحت كده علشان خاطر الجلاش ما يلزقش يعني عندي كده في الارضيه بتاعه الصينيه. دهنت كده دهنه حلوه. وهبتدي بقى كده اجيب عندي الجلاش، يعني حتى لو طبقتين مفيش مشكله. هبتدي بقى كده اجيبه الطبقتين ديت واحطهم. هحط حوالي 3/4 كده جوه في الصينيه، وربعها كده اخليها بره الصينيه زي ما انتم شايفين. تمام. هجيب برضو كده طبقتين تاني، وابتدي برضو كده ان انا احطها عندي 3/4 كده من جوه، واسيب كده ربعها من بره زي ما انتم شايفين كده. بس اهم حاجه ان انا ما بين كل طبقه والتانيه ادهن كده دهنه خفيفه بالسمنه علشان يعني يطلع معايا مورق ما يكونش معجن يعني. ممكن يعني تدهني بسمنه وزيت، يعني الخليط يبقى معاكي سمنه وزيت او سمنه وزبده زي ما انت حابه. تمام. هبتدي بقى كده اخلص كل الجلاش بقى كده عندي. هحط كده 3/4 جوه والربع كده من بره. اهم حاجه بس ان انا ادهنها يعني كويس. طريقته سهله جدا وبسيطه ومش بياخد معاكي يعني وقت خالص. زي ما بقول لكم يعني لو الناس اللي مش بتحب ان هي تعجن او كده، فالطريقه دي كده سهله جدا وبسيطه، وكمان الطعم في الاخر بيبقى تقريبا كده يعني شبه كاننا يعني عاملينه بالعجين وكده. تمام. ابتديت بقى كده انا بخلص كل الكميه بقى بتاعه الجلاش عندي. واهم حاجه ان انا بس كده بدهن بس دهنه كده بسيطه بين كل طبقه والتانيه علشان يبقى مورق معايا. هبتدي بقى كده اجيب طبقه او طبقه كده من الجلاش واحطها بقى اتنيها كده نصين واحطها عندي علشان بقى دي اللي انا احط عليها الحشوه. تمام. هبتدي بقى كده احط الطماطم انا مقطعه يعني كده مكعبات صغيره، وشايله منها كده القلب بتاعها علشان خاطر ما تنزلش يعني كده ميه في البيتزا او في الفطيره ديت فيبقى طعمها كده مش حلو. فانا شايله منها كده البذر مقطعاه كده مكعبات حطيتها، وحطيت كمان بقى الفلفل، واحط بقى كده كل الحشوه اللي عندي الزيتون والبسطرمه، قصدي السجق. تمام. والجبنه الموتزاريلا ممكن على فكره تعمليها يعني بالبسطرمه او كمان بالسوسيس او باللانشون، او يعني باللحمه المفرومه زي ما انت حابه. انا يعني بعملها على طول بحشوات كده مختلفه. تمام. حطيت بقى كده كل عندي الحاجات الخضار اللي انا حطيته ده، او ممكن كمان تعمليه بخضار بس مش شرط يعني سجق او حاجه. او ممكن تعمليها بجبن، تحطي يعني جبنه موتزاريلا او جبنه رومي مع برضو مع البسطرمه، بتبقى بالجبنه كده والبسطرمه بيبقى طعمها كمان حلو. يعني الحشوات براحتك زي ما انت حابه احشي يعني بيها. بس حطيت بقى كده كل الحشو، وهجيب بقى عندي بيضه واحط عليها رشه فلفل اسود، وابتدي كده اقلبها يعني كويس، وهبتدي بقى احطها عندي كده على الحشوه تمسك لي يعني كده الحشوه مع بعض.
وكمان يعني بتدي برضو قيمة غذائية كده في البيتزا اللي احنا هنعملها دي. حطيت بقى كده البيضة وابتديت ان انا اقلب فيها الحشوة كده كويس. تمام. وهبتدي بقى كده اقفل الجلاش بقى اللي انا كنت سايباه من بره دوت. هبتدي بقى اقفله كده عندي على في الصينيه يعني كده من جوه. وبرده كل يعني ما احط طبقه لازم برده ادهنها كده كويس، واي تانية اتنيها من الجلاش لازم برده ادهن دهنه كده بسيطه كده من السمنه. طبعا الفرن بقى انا مشغلاه علشان يسخن. تمام. علشان اول ما اخلصها بقى ادخلها على طول في فرن يعني يكون سخن. بتني بقى كده كل الطبقات اللي انا سايباها من بره دي اتنيها كده على جوه في الصينيه. واي حرف كده من الجناب كده زياده برضو اتنيه وادهنه كده كويس بالسمنه. خلاص بقى كده اخر طبقه بقى خلاص بتنيها. ادهن برضو كده دهنه بالسمنه كده كويس، واقفل برضو كده كل الجناب بتاعها. تمام. هبتدي بقى طبعا مش هسيبها بقى كده شكلها يبقى مش متساوي يعني معايا. هبتدي بقى كده اجيب عندي طبقه كمان من الجلاش. انا سايبه بقى كده اخر طبقتين. هبتدي بقى ارفع كده بالراحه خالص الجلاش اللي احنا عملناه دوت كده في الصينيه، واحط بقى كده فيه الطبقه كده اللي انا حطاها من فوق زي ما انتم شايفين بقى كده. برفع بالراحه كده خالص وادخل بقى الطبقه بتاعه الجلاش دي كده من تحت، علشان خاطر يبقى شكلها كده معايا من فوق كده، شكلها يبقى معايا كده حلو وسوا واحد كده. حطيتها كده كويس وقفلتها كويس وادهنها برضو كده بالسمنه، واحط كمان طبقه برضو. خلاص بقى دي كده اخر طبقه معايا. خلاص اللفه كلها انا خلصتها. برضو احطها كده عندي عليها كده من فوق، وبرضو اشيل كده بالراحه الجلاش كده من تحت، وادخل كده الطبقه دي كده من تحت، دي اللي هي تمسك لي الفطيره كده مع بعضها وتخلي لي شكلها كده حلو من فوق يعني. اسويها بس كده بايدي كده واخليها ان هي تبقى، احاول ان هي تبقى مظبوطه. تمام. بس وابتدي بقى كده دهنه دهنه خفيفه بالسمنه، وابتدي بقى كده اقطعها يعني بسكينه تكون كده حاميه. ابتدي بقى كده اقطعها قبل ما ادخلها بقى الفرن. هقطعها بقى كده زي ما انتم شايفين كده، اقطعها يعني مربعات. تمام. وابتدي بقى كده اجيب الكوبايه الا ربع من اللبن اللي احنا كنت حطاهم في الاول المقادير. اجيب بقى كوبايه الا ربع من اللبن واحط عليهم بيضايه. تمام. واحط كمان رشه من الفلفل الاسود عليهم، واقلبهم كده كويس بقى مع بعض. وابتدي ان انا اسقي بيهم الجلاش بقى معايا او البيتزا ديت، عشان تبقى معايا بقى طريه ولما تدخل يعني الفرن وكده تبقى معايا طريه كاننا يعني بنسقي جلاش عادي اللي احنا يعني بنعمله. تمام. جبت بقى كده البيضه وحطيتها في الكوبايه الا ربع من اللبن، واقلبها يعني كده كويس، اقربها كده كويس علشان الصفار يعني اتاكد ان الصفار كده قلبته يعني كده كويس مع اللبن. هسقي بقى بيها كده كل الجلاش كده، احطه على من فوق يعني، واتاكد من الجناب وكل حاجه ان هي متشربه يعني كويس من اللبن والبيض ده. هدخلها بقى الفرن. تمام. اول بقى ما تاخد على درجه حراره يعني 180، اول ما تاخد بقى كده لون ذهبي كده من تحت ومن فوق هخرجها على طول. بس الاول قبل ما ادخلها هحط كده برضو عليها باقي الحشوه كده اللي انا كنت حطاها من جوه الطماطم ديت. واحط برضو كمان فلفل بقى الاخضر برضو مقطعاه. تمام. يعني الحاجات دي انا بس بحطها ان انا بجمل بس شكلها كده من فوق، لو مش حابه مفيش مشكله.
بس هي بتديها برضو كده شكل حلو من فوق. واحط برضو كده باقي الزيتون الاخضر والاسود. تمام. واحط كمان جبنه موتزاريلا برضو كده من فوق. خلاص بقى كده هدخلها بقى الفرن، واول ما تاخد لون كده ذهبي من تحت ومن فوق هبتدي بقى كده اخرجها على طول. يعني بتاخد حوالي نص ساعة كده في الفرن، وبتبقى تكون بقى استوت وبكون معايا بقى بالشكل ده. شكلها فعلا جميل وطعمها تحفة جدا وسهلة وسريعة وما خدتش يعني معانا وقت خالص. ممكن بقى لو حابة اول ما تخرج من الفرن، انا بعمل كده علشان ببقى عايزاها طرية، فاول ما بخرجها بغطيها كده بصينية. تمام. علشان تبقى طريه معايا. لو حابه ان هي اللي بتحب الجلاش يكون مقرمش يعني معاكي ما تغطوش. تمام. لكن انا بحب يكون طري كده، فاول ما بخرجها بغطيها كده بالصينيه. تمام. وبعد كده بقى ببتدي اقطعها. يعني لما بغطيها السخونيه بقى اللي بتبقى طالعه منها بتخليها بقى كده تكون طريه. فلو انت حابه تكون الجلاش يعني يكون كده مقرمش، فما تغطاش اول ما تخرج من الفرن. بس. ودي كانت وصفه النهارده. يعني سهله وسريعه جدا، وكمان فعلا طعمها حلو قوي. شبه الفطير الشرقي. لكن طبعا زي ما بقول لكم عملناه يعني بالجلاش بطريقه سهله وبسيطه. وده بقى كده شكلها من جوه. هي طبعا كانت لسه سخنه، فالدخان كده طالع منها كانت لسه سخنه. وهي كمان بتبقى حلوه لما بتتاكل وهي سخنه كده بيبقى طعمها حلو. بس. ودي بقى كانت وصفه النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتركوا عندي في القناه. وخلاص بقى كده قطعتها. ممكن بقى تقدميها يعني مع بطاطس محمرة، او كمان ومخلل او شيبسي ومخلل زي ما انت حابة بقى. بس يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، وتكون يعني الوصفات عجبتكم ان شاء الله. الوصفات يعني تكون بتعجبكم يعني بإذن الله. طعمها فعلا تحفة جدا. جربوها بالطريقة ديت هتعجبكم ان شاء الله.